رجلا ولست امرأة. لا، عيب بقى. ده أنت لولا المرأة ما كانش يبقى لك أنت وجود. حضرتك عصر حتشبسوت حكمت مصر 23 سنة، كانت من أنجح الحكام على مدار التاريخ، وكان العصر كله رخاء وازدهار. وطبعا المعبد الجنائزي اللي هو معبد حتشبسوت بيشهد لها. حتى حضرتك حسيت ان هم اللي جم بعد وراء حتشبسوت الملوك حبوا يطمسوا معاليم العصر المزدهر اللي هي كانت فيه. هي حتشبسوت يونانية ولكنها تمصرت بالحضارة الإنسانية بالظبط. وعشان كده هو انخدت منه. إنما احنا عندنا قبل كده يعني مرت نيت يعني ملوك، هي يعني حطب. ملوك وملكات. هي حطب اللي احنا هنتكلم عنها النهارده. طبعا. فطبعا لا يمكن أبدا، وعشان كده أنا حزنت جدا أخيرا لما اتسحب كتاب بتاع دكتورة أسماء الشرقاوي، اتسحب من معرض الكتاب لأن الكتاب عنوانه كاملات عقل ودين. شيء مؤسف يتسحب كتاب زي ده ويتصادر. فعملت مقالة يعني من حوالي أسبوعين، وكان عنوان المقالة هن كاملات عقل ودين، ودليلي على ذلك: واحد، أراد عمر بن الخطاب تخفيض المهور فانشقت عن الصفوف امرأة وجدلته انحنى قدامها وقال أصابت امرأة وأخطأ عمر. الدليل الثاني الحديث النبوي: إنما النساء شقائق الرجال لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الدليل الثالث الحديث النبوي الشريف الذي يقول: إذا أردتم أن تعرفوا نصف دينكم خذوه عن هذه الحميراء، اللي هي عائشة. وحميراء مش معناها حمرة صغيرة، حميراء معناها شعرها أحمر لأنها كانت تصبغه بالحناء، وده دليل على أن ما كانش فيه حجاب، وأن كلمة حجاب معناها حاجز مش معناها أحط حاجة على شعر. دي نمرة. رابع حاجة وأهم حاجة أن بعد موقعة الحديبية المسلمون عصوا الرسول في أن يعتمر لأن ما كانش عجبهم الشروط. أشارت عليه أم سلمة أحد زوجاته وقالت له: اعتمر سوف يقلدوك. خرج لوحده وابتدى يعتمر لوحده، واحد ورا التاني كلهم سمعوا كلامه وقلد وراه. التاريخ يقول لنا عاد الرسول إلى أم سلمة متهللا يقول لها: لله أنت يا أم سلمة، نجا المسلمون على يديك من عذاب أليم. فإذا كان المسلمون نجوا على دين امرأة، وامرأة عندها نص الدين، وامرأة صوبت عمر وطلع هو غلطان، وامرأة شقائق الرجال لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، بعد كده تيجي تقول لي ناقصات عقل ودين؟ وبعدين تعالى يا حبيبي اللي بتقول لي الحديث ده ما نقدرش نقرب منه ولا الكلام ده، والناقصات عقل ودين عشان الدورة الشهرية وعشان مش عارف ايه والكلام. طب الحديث ده ظهر امتى؟ 460 سنة مضت، يعني 1000 سنة وشوية لم يكن له وجود. الكلام ده بتاعي أنا؟ لا مش بتاعي أنا، ده بتاع عالم أزهري وقاضي جليل اسمه الأستاذ الدكتور مصطفى راشد. برضو اللي عاوز يناقشه يروح يناقشه، أنا بنقول لك اللي بيقولوا إيه. فالمرأة مظلومة، ولا يمكن بلد تتقدم إلا إذا المرأة أصبحت على قدم المساواة. التوصية بتاعة البرلمان الأوروبي أخيرا 3 نقط. واحد، بالنسبة للمرأة يعني التعليم، حتى ينقلها من المرأة الجنس للمرأة الإنسانة، ويكتب كده: فالمرأة ليست لعبة جنسية في يد الرجل. 2، العمل، حتى يحررها من العبودية الاقتصادية للزوج. أنا بصرف عليكي وأنا بأكلك وأنا أشربك. لا يا حبيبي، أنا بأكل نفسي وأنت بنساهم في مصاريف البيت. 3، الحقوق السياسية، على برلمانات أوروبا جميعا أن تكون النساء 50% حتى تسترد حقوقها السياسية المسلوبة. ودلوقتي أنا عندك مثلا
في دلوقتي برلمانات كتيرة قوي أصبحت المرأة فيها 50%. فمصر القديمة تقدمت لأن المرأة كانت على قدم المساواة. الشيء الغريب وجدنا مقبرة لزوجة وفي جواب من جوزها محطوط لها بعد ما ماتت: لقد فارقني الحظ السعيد بعد أن رحلت عني. يبدو أنك غاضبة مني وأنا لا أعرف. أذكرك بأني طالما قدمت لك العطور والزهور والطعام والشراب. سامحيني إذا كنت أخطأت في حقك حتى يعود إلي الحظ السعيد. إيه ده؟ إيه العظمة دي؟ احنا في أيامنا دي الست تموت والراجل يفكر في واحدة تانية بعد أسبوع. حقيقة. دي حضارة، وهي حضارة واحدة، ما فيش حاجة اسمها حضارات، كلها انبثقت عن الحضارة المصرية. عمالين يقولوا الحضارة الصينية. ادي أستاذ في الحضارة الصينية سنة 2009 طلع كتاب الحضارة الصينية انبثاقا من الحضارة المصرية. منع هذا الكتاب بعد 6 سنين في 2015 لما بقى هو رئيس القسم طبع الكتاب وطلع. دكتور، حديثك ممتع وشيق. كلمة عظمة، واحنا اتكلمنا في النقطة دي قبل كده، ماذا تعني كلمة عظمة بالنسبة للعالم الجليل دكتور وسيم السيسي؟ العظمة لله وحده، دي نمرة واحد. إنما هو أعتقد أن إذا امتلأ الإنسان قلبه بالحب والتواضع ده يبقى إحنا نقول أنه اقترب من شيء يعني قيمة عظيمة جدا، وهي العظمة. شيء عجيب، نيوتن اللي اكتشف قانون الجاذبية كان يقول نحن أطفال playing with pebbles on the beach of science، بنلعب بلي على شاطئ بحر العلم. أبو العلاء المعري اللي صيته طبق الآفاق يقول أنا اسمي أبو العلاء ليه؟ ده أنا المفروض يبقى اسمي أبو النزول. قالوا عني أبا العلاء وهذا مين يعني كذب، والحق أني أبا النزول. لويو تولستوي إما خد نوبل برايز مع أن روسيا منعته أن يستلمها وبتاع، وكان بيقولوا له بلغت القمة، قال لهم أنا في بداية البداية. فالتواضع هو أبو الفضائل الجميع، أو الترفع عن الصغائر. نعم، العظمة الترفع عن الصغائر، دي كلمة حضرتك قلتها لي. طبعا يعني فالحب أولا وأخيرا، وأنا أرى أن الحب هو الحل في أي مشكلة سواء سياسية. يعني لا يمكن حاكم ينجح إلا إذا أحب شعبه، ولا طبيب إلا إذا أحب مرضاه، ولا أب إلا إذا أحب أولاده. أب متوسط التعليم أفضل من رجل معه 500 دكتوراه يفتقد الحب ويفقد الحب مع أسرته مع أولاده. ولا ينجح رجل مع زوجته إلا بالحب. الحب هو الشفاء، بل الانتماء والولاء للوطن لا يتأتى إلا بالحب. وعشان كده دورنا إحنا كناس بنحاول ننور المصريين عن تاريخهم العظيم ده، لأن لما يعرف تاريخه إن بلده دي هي أول بلد عملت تربنة، وهي أول بلد عملت كاتاراكت مية بيضة، وإنها أول بلد عملت زراعة أسنان، وإن هي أول بلد عملت مسامير لتثبيت الكسور بتاعت العظام، خيوط العمليات الجراحية من أمعاء القدم، وهي أول بلد اكتشفت البنسلين، هيبهر. ومن الإبهار الإعجاب، ومن الإعجاب الحب، ومن الحب الولاء والانتماء. فإذا أردت أنك أنت شعبك يدين بالولاء لمصر، عرفوا حب مصر عن طريق أن تعرفوا إيه هي مصر. إنما الكلام الإنشاء الوطن هو من تشرب ماءه ومن تشم هواءه، لا، طب الحمار بيشرب ماءه ويشم هواءه هيبقى مواطن صالح؟ أبدا. يعني فالحب هو الأساس في كل شيء. ولا يمكن أنسى كان واحد معايا بيشتغل في كامبريدج في إنجلترا لما كنت هناك للدكتوراه، كان اسمه باتل، كان هو هندي المولد ولكن إنجليزي الجنسية، لأن
تعرف الكومنولث بقى. ايوه فندم. انا كنت بشتغل في ايدنبروكس هوسبيتال في كامبريدج. الدكتور ده جدار المستشفى يحبه، ارض المستشفى تحبه، بنات المستشفى تحبه، اطباء المستشفى يحبوه. عجيب. وبعدين مره بقول له بتال، قال لي ايه؟ قلت له انا عاوزك تمسك الويك اند ده ونتبادله واخده انا اللي بعد منك، لان انا لازم اكون في لندن الاسبوع ده. قال لي اوكي روح وانا همسك اللي بعده. فافتكرت انه عاوز 300 جنيه استرليني، كان اللي يمسك لك ويك اند نكتب له شيك 300. قلت له اكتب لك شيك. قال لي لا انا ما اقصدش كده، انا اقصد فاضي. فاضي ايه؟ ده الويك اند يومين ونص هلاك، اذا نمت في اليوم ساعتين يبقى انت محظوظ. فقلت له البلد كلها بتحبك، مستشفى بتحبك، انت بقيت حلو كده ازاي؟ فحكى لي بقى، قال لي ما كان عندي 4 سنين امي خدتني على قمه جبل في الهند وقالت لي قول بصوت عالي I love you، بحبك. فانا قلت كده، لقيت حد تاني بيرد عليا من هناك I love you. قالت لي قول بصوت عالي انا اكرهك I hate you. لقيت حد بيرد عليا، مام مين هناك بيرد عليا؟ قالت لي دول الناس، اذا حبيتهم هيحبوك، اذا كرهتهم هيكرهوك، ولكن عليك ان تبدا بالحب. ولما تكبر وتروح المدرسه ويقول لك ايكو اوف ساوند، ده صدى الصوت، تقول لهم نو ايكو اوف بيبل، ده صدى الناس. فتعود ان يعطي الحب. فبعدين بقول له طيب انا ممكن اسيب كامبريدج واروح مكان تاني، هرد لك ازاي اللي انت عملته ده؟ رد عليه يقول لي انا ما اعمل معاك كده ممكن بعد 2 3 سنين واحد تاني يجي يعمل معايا اللي انا عملته معك. إنسان الحب يسير على قدمين الإنسان ده. ففعلا الحب هو الحل. وهي مأساة الشعوب إيه؟ كراهية والحروب كراهية. إيه شيعة وسنة وإيه كاثوليك وبروتستانت. ده في العصور الوسطى كاثوليك وبروتستانت قتلوا في بعض 12 مليون. إيه واحد زي هتلر 55 مليون يروحوا في رجليه عشان إيه؟ كراهية. إيه عشان إيه؟ الكوكلاكس كلان في أمريكا جماعات إرهابية، ألوية حمراء في إيطاليا، ماين هوف في ألمانيا، إخوان متأسلمين في مصر، داعش في سوريا. إيه ده؟ إيه الكراهية اللي في قلبكم دي كلها؟ حبيبي طبعا حديثك لا ينتهي من إن أنا يعني حضرتك أنا قاعد قدام عالم جليل. في كلمة بتشغلني دكتور وسيم، المال بالنسبة لك إيه؟ وحضرتك تطرقت الحته دي لان انت حضرتك انسان فعلا، اما بقول انسان عظيم يبقى في حته المال بيشكل ايه في حياه دكتور وسيم السيسي؟ هل هو غايه ولا لا طبعا غايه، هو وسيله. و تستغرب زي قلت لك يعني من بضعه اشهر واحده ست، واحد دكتور امراض نساء عمل لها عمليه، كان استأصل الرحم، فكانت النتيجة ربط على الحالب اليمين وعمل نسور ما بين المثانة والمهبل، فطبعا البول نازل على طول بتاع. حالها رقيق جدا يعني الست ده يعني. فطبعا عملت لها عملية مؤقتة، حولت المايه من فوق عشان الحالب المربوطة اللي ما نقدرش نفتح إلا بعد 3 أشهر يعني من العملية الأولانية. وبعد 3 أشهر العملية دي عملت لها زرع حالب، صلحت لها المثانة، صلحت لها المهبل. العملية دي وقفت فيها 8 ساعات، ما رضيتش اخد منها ولا حاجة. انا خليت الدكتور صاحب المصيبة اللي حصلت دي دفع اتعاب طبيب التخدير، ودفع الاستهلاكات للصيدلية بتاع المستشفى عندي، الاستهلاكات حسيت، انما انا اتعابي ولا حاجة ما رضيتش اخد منها. فالمادة بالنسبة لي، واي حد يجي يقول لي مثلا كده ولا كده اقول له الحمد لله الخير كتير عندي. ومصر اليوم دي اللي انا بكتب فيها من سنة 10 تقريبا، مجدي الجلاد مجدي سمعت حضرتك الجلاد قال لحضرتك انت مطالباتك ايه؟ قلت له انا عندي مشكله ماديه، فهو طبعا انزعج. ايوه انزعج، يعني ايه مشكله ماديه؟ قلت له قال لي انا عندي، قلت له حضرتك انا عندي فائض كتير. انا مش عارف، ده معناه انا مش عارف استمتع بالحياه لان الدخل اكتر من المنصرف. فضحك وبتاع وحاجات من دي.